قوانينهم التي تبيت على وجه وتصبح على وجه، يأخذونها من الغرب متوسلين متسولين أذلاء، لم تنتج إلا جريمة فظيعة في البلاد وفسادا وإفسادا وباطلا. فبما يبشرون؟ علمانية مكررة، لا يكتب المؤمن من جحر واحد مرتين. شكون حكمنا؟ بورقيبة. تعلمون كيف دخل تونس؟ جاء في باخرة سنة 55 بتأجير فرنسي. لم يكن حزب تونس، حزب الدستور، يملك تلك الطاقة لا في المال ولا في اللوجستي. جاء مفاخرا وبعد يومين دون ان يقرأ الوثيقة امضاها، قبلها بسنوات قليلة. اسرائيل ما زالت غضة يقابل عزرا وإسمان انتهى المنتظم الصهيوني العالمي وياخذ معه صورة للذكرى. ظل بورقيبة يمنع نشرها الى ان نشرها بشير التميمي جزاه الله خيرا في السنة الفارطة. نعم، بعد قيام اسرائيل بعام او عامين مش تبينوا انه حطونا تحت وضعيات القهر والاستعمار. كان استعمال الصهيونية في الاخبار، العدو الصهيوني ممنوع في تونس اللي عاش الفترة هذيك في الجرائد الاخبار. يقولون لكم اخترتم، يضعونكم في حالة الجبر والإكراه، وهذه المرة بعد ثورة تعيدون علينا إكراها من بعد إكراه. لا، ورب العزة لا. لذلك خياني الأمة اللي عاشت انقلاب وانقلاب وانقلاب، هذه المرة ستنقلب عليهم جميعا بلا إله إلا الله.